كل فضل، لكن لا يقاس بعلي أحد. علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. أخ حيدر من العراق. أخ حيدر من العراق، شوف في كلام عن المختار الثقفي كثير طويل عريض. إذا بتقرأ بعد ما كتب عن المختار أنه مدعي النبوة والكيساني نسبت إليه وغير ذلك من الأمور، وهذا موجود بالكتب. بقوم هلأ كل ما هو موجود بالكتب صحيح، بطلع على المنبر أنا وبصير بحكي بأمور لمجرد أني قرأتها في كتاب أو لا بد من التبصر في الأمور. خليني أوضع قاعدة. هل أن المختار الثقفي معصوم؟ لا، ليس معصوما. هل أن المختار الثقفي أعطي شرعية لكل حركة من حركاته ولكل سكنة من سكناته؟ أبدا على الإطلاق. الشرعية لكل حركة ولكل سكنة إنما تكون للمعصوم. مين كان المعصوم في زمن المختار الثقفي؟ الإمام زين العابدين. منه ومن الإمام الباقر نأخذ حجم مشروعية عمل المختار. هلا المختار شخصية فذة؟ نعم. كان له طموحات سياسية؟ نعم وألف نعم. قاتل تحت راية عبد الله بن الزبير؟ نعم. هل كان يحمل حقدا على الأمويين؟ نعم. هل طالب بثأر الحسين؟ نعم. هل كل ما ذكره المسلسل صحيح؟ لا. شوف، بدليل انك بس تشوف المسلسل باخره تاريخ الطبري، ليس كل ما ذكره الطبري صحيح. خاصة ان المسلسل يوجه باتجاه نزعة معينة لحاجة معينة. انا لست هنا في مقام نقاش المسلسلات على الاطلاق، لكن ليس كل ما ورد فيه صحيح. خاصة مثلا حتى ما فوت بشخصية المختار، مثلا عودة عمر بن سعد، مش هيك رجع عمر بن سعد، وفي روايات أقوى من التي أوردوها في المسلسل حول رجعته، ولم تكن أخت المختار هي التي قتلت ولدها في كثير من الروايات. وبالتالي المسلسل أحرار بيتصرفوا على أساس الاستدراج العاطفي، غير ذلك ما بعرف شو الذي يحكمه، لكن ليس كل ما ورد فيه صحيح. نعم. المختار الثقفي، خذ القاعدة، أعطي مشروعية لأمرين اثنين. الأمر الأول قتل قتلة الحسين، وهي مشروعية عامة عند السنة وعند الشيعة. لا، لأن ولي الدم هو زين العابدين، والله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا السلطان لزين العابدين، سلطان كولي دم وسلطان كإمام معصوم بالنسبة لنا كشيعة. فلما بيجي صاحب الدم الولي والمعصوم يقول للمختار: إن أمكنك أخذ الثأر فخذ بثأري، واقتل قتلة أبي إنهم قتلوا كبدا لرسول الله. نعم، هاي مشروعية، سجل، هاي مشروع. المشروعية الثانية استرداد مسروقات كربلاء. أنت بتعرف شو كان في مسروقات بكربلاء؟ سيوف، نعال، ثياب لرسول الله، ثياب للزهراء، ذخائر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، توزعتها قبائل العرب، فيها مدرعتان للسيدة فاطمة توفيت في إحداهن. هذا إلى قيمة كبرى في تراث الأنبياء وأولاد الأنبياء. نعم. وإلا شو هو تابوت بني إسرائيل؟ فيه بقية مما ترك الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل، وهذا تراث رسول الله. هاي مشروعية ثانية، استرداد. طيب، هل أعطي المختار مشروعية لأن يكون مشروعا سياسيا منفصلا أو يحكم باسم مشروعية سياسية باسم أهل البيت؟ إطلاقا. ولذا حجب المختار عن مقابلة الإمام زين العابدين، وأوعز إلى عمه محمد بن الحنفية أن يستقبله. وجاء كبار من الكوفة يعترضون على أداء المختار، وكان الإمام يرسل بعضا من التنبيهات إلى المختار بالقدر المتيقن أن المشروعية أعطيت لهذين الأمرين. أما مشروعية سياسية بالمطلق لا، لم يعطى المختار. أما أنه ناصبي وادعى النبوة وإلى آخره، هذا تشويه حقيقة للمختار. ما بدنا نفوت لا في الإفراط باعتباره معصوم، ولا في التفريط باعتباره مدعي النبوة أو ناصبي أو ما شكل ذلك. نعم. كيف ما المعصوم يقول: رحم الله المختار، يتراحمون عليه لتأديته المشروعيتين اللتين ذكرتهما، وهما قتل قتلة الحسين واسترداد مسروقات كربلاء، بما في ذلك بعض ذخائر النبوة التي عاد فاستلمها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه. إلى أسئلة أم حيدر من العراق، سماحة الشيخ.